ازيكم؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من الطريق للنفس. معاكم هبة هندي، لايف كوتش ومدربة توازن نفسي. في يومك امتى اخر مرة قعدت فيها مع نفسك من غير ما يكون وراك حاجة، من غير شغل، من غير اولاد، من غير اي مسؤولية؟ قعدت ساعة كاملة بتعمل حاجة بتحبها لنفسك بس. لو فكرت دلوقتي ولقيت انك مش فاكر أو إن الإجابة من سنين، فالحلقة دي ليك. النهاردة هنكسر فكرة مهمة، فكرة إن الشخص القوي هو اللي بيستحمل ومش بياخد راحة، إن الشخص المثالي هو اللي فاضي طول الوقت للعيلة، وإن الشخص الناجح هو اللي بيفضل شغال 24 ساعة. لأن كل الأفكار دي غلط وخطيرة. الحلقة النهاردة عنوانها مش لاقي وقت لنفسي، إزاي أوازن بين الشغل والبيت والراحة النفسية. في البداية خليني أوضح حاجة مهمة. التوازن مش معناه إنك توزع وقتك بالتساوي على كل حاجة. يعني مش معناه إنك تشتغل 8 ساعات وإنك تقعد مع أولادك 8 ساعات وإنك تنام 8 ساعات وإنك تخلي وقت لنفسك 8 ساعات، لأن ده عمره ما هيحصل. التوازن الحقيقي هو إنك تكون موجود بالجودة المناسبة في الوقت المناسب. يعني لما تكون مع أولادك تكون موجود بقلبك وعقلك، مش بجسمك بس، وعقلك يبقى في الشغل. لما تكون في الشغل تكون مركز ومنتج، مش تايه في التفكير في البيت. ولما تكون مع نفسك تدي نفسك الإذن إنها تاخد راحة من غير ذنب. المشكلة مش في الوقت، المشكلة في الطاقة وفي الذنب. الذنب اللي بتحسه واحنا بناخد وقت لنفسنا، الإحساس إن أنا لو قعدت أقرأ كتاب أو آخد حمام دافي يبقى أنا مقصر في حق بيتي وعيلتي. والمشكلة إننا بنفضل ندي لغاية لما نبقى مستنزفين، وبعدين بنستغرب ليه مش مبسوطين. عاوزاك تعيد تعريف الراحة. الراحة مش قاعدة من غير شغل بس. الراحة أنواع. أول حاجة الراحة الجسدية، النوم الكافي، الأكل الصحي، الجسم اللي بيرتاح. تاني حاجة الراحة العقلية، إنك توقف التفكير الزيادة، إجازة من التخطيط، إنك تسيب عقلك يسرح من غير هدف. تالت حاجة الراحة العاطفية، إنك تكون مع ناس آمنة، مش محتاج تتصنع أو تشرح نفسك، أو إنك تكون لوحدك عشان ترتاح. رابع حاجة الراحة الحسية، الهدوء، التقليل من المؤثرات، وده عن طريق الشاشات، الدوشة والزحمة. كل نوع من دول محتاج وقته. الشخص اللي بيشتغل طول اليوم وبيعتني بالبيت، آخر اليوم عقله بيفضل لسه شغال، جسمه بيبقى تعبان ومشاعره مرهقة، فبيقعد قدام التلفزيون ساعتين عشان يرتاح. لكن ده مش راحة حقيقية، ده هروب. الراحة الحقيقية هي إنك تحس إنك شحنت البطارية، مش إنك فضلت شغال بس بطريقة مختلفة. دلوقتي هنعمل تمرين سريع عشان نحدد إزاي نوزع وقتنا وطاقتنا بشكل ذكي. التمرين اسمه خريطة الحياة. محتاجين نرسم في دماغنا أو على ورقة 4 دوائر. الدايرة الأولى هي أنا. إيه الحاجات اللي بتشحن طاقتي؟ مشي، قراية، صلاة، قاعدة مع صديق معين، تعمل حاجة بتحبها. إيه الحاجات اللي بتفرغ طاقتك؟ ناس معينة، أماكن معينة، مهام معينة. والدايرة التانية هي الأسرة والعلاقات. مين الأهم في حياتك دلوقتي؟
مين بياخد من وقتك أكتر من غيره. والدايرة التالتة العمل والمسؤوليات. ايه أهم 3 مهام في شغلك لازم تتعمل؟ ايه اللي ممكن يستنى؟ والدايرة الرابعة التطوير والراحة. ايه الحاجة اللي نفسك تعملها لنفسك من فترة؟ ودلوقتي اسأل نفسك، الدوائر دي متوازنة ولا في دايرة أكبر من التانيين؟ ايه أقل دايرة بتهتم بيه وليه؟ أغلب الناس دايرة أنا بتكون أصغر حاجة ومهملة، وأول حاجة بنحذفها من الجدول بتاعنا لما نكون مشغولين. القاعدة بتقول إيه؟ لو دايرة أنا مش موجودة باقي الدوائر هتقع مني، لأنك ببساطة مش هتقدر تدي من خزان فاضي. طيب تعال أقولك 4 حاجات عملية تقدر تبدأ بيهم النهاردة. أول حاجة قاعدة التيار. أولا في الطيارة بيقولولك لو قناع الأكسجين نزل حطه على نفسك الأول وبعدين ساعد اللي جنبك، مش عشان أنانية، عشان لو انت أغمى عليك مش هتقدر تساعد حد. صحتك النفسية هي قناع الأكسجين بتاعك. تاني حاجة الحدود الذهبية. قول لأ من غير جلد ذات. لأ مش دلوقتي، مش هقدر أساعد في الحتة دي، أنا محتاج وقت لنفسي بعد الساعة كذا. الحدود مش جحود، الحدود حب واحترام لنفسك وللآخرين عشان علاقتكم تستمر من غير كره. تالت حاجة اللحظات الصغيرة. مش لازم يوم كامل عشان ترتاح، الراحة في اللحظات الصغيرة. كوباية الشاي اللي بتاخدها في 10 دقايق وانت بتقرا كتاب، مشوار الطويل اللي انت بتاخده لوسط البلد. ايه رأيك لما تسمع بودكاست وانت ماشي في طريق؟ ربع ساعة قبل النوم تهتم بيها بنفسك بهدوء. اللحظات دي بتتراكم. رابع حاجة فك ارتباط الراحة بالذنب. قول معايا إن أنا آخد لنفسي وقت مش حرام، مش عيب، مش تقصير. آخد لنفسي وقت حق من حقوقي عشان أقدر أكون أحسن حد في كل دور بقوم بيه في حياتي. قررها كل ما تحس بالذنب وانت بتاخد وقت لنفسك. اللي عايزة أقولهولك في الآخر، انت مش آلة، انت مش مسؤول عن إسعاد كل الناس، انت مسؤول عن حاجة واحدة بس، انك تحافظ على الأمانة اللي ربنا ائتمنك عليها، وهي روحك وصحتك النفسية. الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة بتمنعنا كتير نتحرك. عندي أحلام وطموحات لكن خايف أفشل، إزاي أتغلب على الخوف من الفشل ده؟ اشترك في القناة وفعل الجرس وقولي في التعليقات ايه اللحظة الصغيرة اللي هتديها لنفسك النهاردة. كان معاكم هبة هندي، وكنت معاكم في 3 حلقة من الطريق للنفس.